بشرة حلوة جدا لكل الراغبين وعايزين يكون عندهم أرض يبنوا عليها منزل خاص بيهم في المدن الجديدة بسعر المتر اللي بيكون عامل 2000 جنيه بس. مناطق بتكون مميزة وكمان قريبة من كل الخدمات، قطع أراضي بتباع الدولة، والاستلام بيكون فوري. وهنعرفكم على كل التفاصيل وكمان المدن اللي موجود فيها الأراضي وإزاي تقدر تشتري أرض بسعر المتر ب2000 جنيه. وبتمنح الدولة التخصيص فوري بهذه المدن، يعني هتستلم الأرض بشكل فوري. بتطلق عليها أراضي الإسكان الجديدة، والدولة عايزة توفر أراضي، قطع أراضي علشان المواطنين يعملوا أنشطة مختلفة وزيادة الاستثمار في الأراضي المصرية. بتقدم وزارة الإسكان تفاصيل كبيرة جدا عن الطرح الجديد، طرح أراضي للبيع للاستثمار، والاستلام بيكون فوري بأسعار رخيصة جدا، والمتر ب2000 جنيه. الأماكن اللي بيكون فيها الأراضي في منطقة العبور الجديدة، مدينة أخميم الجديدة، وغرب قنا الجديدة، وكمان في العاصمة الإدارية الجديدة. بتحدد وزارة الإسكان إن نسبة البناء إنها ما تزيدش عن 30% من مساحة الأرض، وكمان مدة التنفيذ هتكون على 3 سنين من تاريخ استلام الأرض. كل التفاصيل بحسب ما أوضحته وزارة الإسكان. هيتم الطرح في العبور الجديدة بأرض تعليمي بمساحة 14,000 متر، وأرض حضانة بمساحة 1000 متر، وأرض تجاري إداري بمساحة 1080 متر، وأرض تجاري بمساحة 9700 متر. وبالنسبة لمدينة أخميم الجديدة هيكون في أرض بمساحة 2471 متر، وأرض سكنية بمساحة 2471 متر بسعر 2900. أراضي الإسكان الجديدة: أرض بمدينة غرب قنا الجديدة، أرض عمرانية تصلح لبناء المنازل فيها، ودي هتكون بسعر 2000 جنيه للمتر. وأرض تجارية أيضا بمساحة 10,000 متر. وبيتم طرح الأراضي الجديدة في العاصمة الإدارية بنشاط تجاري إداري فقط بالحي السكني الثالث، وكمان بمنطقة الواحة بمساحة 4000 متر وفق آلية التخصيص الفوري. بتوضح وزارة الإسكان إن نسبة البناء ما تزيدش أبدا عن 30% من مساحة قطعة الأرض، ولازم التنفيذ يكون في 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض. وزير الإسكان بيفاجئ الجميع وكمان بيصدر قرارات جديدة لإزالة التعديات وكل مخالفات البناء. هنقول لكم على التفاصيل بالظبط عشان تاخد بالك. المهندس شريف وزير الإسكان بيقول قرارين لإزالة التعديات ومخالفات البناء، واللي كانت على مساحة 4000 فدان بمدينة الفيوم الجديدة، وكانت 74 حالة بناء بمدينة الشيخ زايد، وكانت متمثلة في أنشطة زراعية وأسوار بدون أي تراخيص أو سند قانوني. بينص قرارات الإزالة والتعديات على ومخالفات البناء إن بيتولى جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة وجهاز تنمية مدينة الشيخ زايد بمعاونة الشرطة لتعمير وقسم الشرطة المختص لتنفيذ الإزالة. موصلة جهود أجهزة الوزارة في إزالة من مخالفات البناء والتعديات بالمدن وكمان في التجمعات العمرانية الجديدة، وتنفيذ الحملات المستمرة عشان تمنع أي ظواهر عشوائية والحفاظ على المظهر الحضاري للفيوم. بيعلن جهاز مدينة الشيخ زايد تنفيذ أعمال إزالة فورية لعدد من المخالفين بعدة أحياء ومناطق في منطقة بيت الوطن بالتعاون مع الشرطة. وبينفذ جهاز مدينة سفنكس الجديدة إزالات بنطاق القطاعين الثالث والرابع، وكل ده لمباني بدون تراخيص، ويتم تحرير محضر المخالفات والإزالة الفورية طبقا للقانون. وبكده عرفنا أسعار المتر وقرارات الإزالة في الفيوم. لو عندك أي تعليق ممكن تسيبه لنا في صندوق الوصف أسفل الفيديو، ولو الفيديو ضاف لك شيء جديد لا تنسوا الاشتراك في القناة وعمل لايك. ولو عايز مزيد من التفاصيل هتلاقوا كل التفاصيل في موقعنا الإلكتروني في صندوق الوصف أسفل الفيديو. وبالتوفيق للجميع. بشرة حلوة جدا لكل الراغبين وعايزين يكون عندهم أرض يبنوا عليها منزل خاص بيهم في المدن الجديدة بسعر المتر اللي بيكون عامل 2000 جنيه بس. مناطق بتكون مميزة وكمان قريبة من كل الخدمات، قطع أراضي بتباع الدولة، والاستلام بيكون فوري. وهنعرفكم على كل التفاصيل وكمان المدن اللي موجود فيها الأراضي وإزاي تقدر تشتري أرض بسعر المتر ب2000 جنيه. وبتمنح الدولة التخصيص فوري بهذه المدن، يعني هتستلم الأرض بشكل فوري. بتطلق عليها أراضي الإسكان الجديدة، والدولة عايزة توفر أراضي، قطع أراضي علشان
المواطنين يعملوا أنشطة مختلفة وزيادة الاستثمار في الأراضي المصرية. بتقدم وزارة الإسكان تفاصيل كبيرة جدا عن الطرح الجديد، طرح أراضي للبيع للاستثمار، والاستلام بيكون فوري بأسعار رخيصة جدا، والمتر ب2000 جنيه. الأماكن اللي بيكون فيها الأراضي في منطقة العبور الجديدة، مدينة أخميم الجديدة، وغرب قنا الجديدة، وكمان في العاصمة الإدارية الجديدة. بتحدد وزارة الإسكان إن نسبة البناء إنها ما تزيدش عن 30% من مساحة الأرض، وكمان مدة التنفيذ هتكون على 3 سنين من تاريخ استلام الأرض. كل التفاصيل بحسب ما أوضحته وزارة الإسكان. هيتم الطرح في العبور الجديدة بأرض تعليمي بمساحة 14,000 متر، وأرض حضانة بمساحة 1000 متر، وأرض تجاري إداري بمساحة 1080 متر، وأرض تجاري بمساحة 9700 متر. وبالنسبة لمدينة أخميم الجديدة هيكون في أرض بمساحة 2471 متر، وأرض سكنية بمساحة 2471 متر بسعر 2900. أراضي الإسكان الجديدة: أرض بمدينة غرب قنا الجديدة، أرض عمرانية تصلح لبناء المنازل فيها، ودي هتكون بسعر 2000 جنيه للمتر. وأرض تجارية أيضا بمساحة 10,000 متر. وبيتم طرح الأراضي الجديدة في العاصمة الإدارية بنشاط تجاري إداري فقط بالحي السكني الثالث، وكمان بمنطقة الواحة بمساحة 4000 متر وفق آلية التخصيص الفوري. بتوضح وزارة الإسكان إن نسبة البناء ما تزيدش أبدا عن 30% من مساحة قطعة الأرض، ولازم التنفيذ يكون في 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض. وزير الإسكان بيفاجئ الجميع، وكمان بيصدر قرارات جديدة لإزالة التعديات وكل مخالفات البناء. هنقول لكم على التفاصيل بالظبط عشان تاخد بالك. المهندس شريف وزير الإسكان بيقول قرارين لإزالة التعديات ومخالفات البناء، واللي كانت على مساحة 4000 فدان بمدينة الفيوم الجديدة، وكانت 74 حالة بناء بمدينة الشيخ زايد، وكانت متمثلة في أنشطة زراعية وأسوار بدون أي تراخيص أو سند قانوني. بينص قرارات الإزالة والتعديات على ومخالفات البناء إن بيتولى جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة وجهاز تنمية مدينة الشيخ زايد بمعاونة الشرطة لتعمير وقسم الشرطة المختص لتنفيذ الإزالة. مواصلة جهود أجهزة الوزارة في إزالة من مخالفات البناء والتعديات بالمدن، وكمان في التجمعات العمرانية الجديدة، وتنفيذ الحملات المستمرة عشان تمنع أي ظواهر عشوائية والحفاظ على المظهر الحضاري للفيوم. بيعلن جهاز مدينة الشيخ زايد تنفيذ أعمال إزالة فورية لعدد من المخالفين بعدة أحياء ومناطق في منطقة بيت الوطن بالتعاون مع الشرطة. وبينفذ جهاز مدينة سفنكس الجديدة إزالات بنطاق القطاعين الثالث والرابع، وكل ده لمباني بدون تراخيص، ويتم تحرير محضر المخالفات والإزالة الفورية طبقا للقانون. وبكده عرفنا أسعار المتر وقرارات الإزالة في الفيوم. لو عندك أي تعليق ممكن تسيبه لنا في صندوق الوصف أسفل الفيديو، ولو الفيديو ضاف لك شيء جديد لا تنسوا الاشتراك في القناة وعمل لايك. ولو عايز مزيد من التفاصيل هتلاقوا كل التفاصيل في موقعنا الإلكتروني في صندوق الوصف أسفل الفيديو. وبالتوفيق للجميع.